يا جماعة خلونا نكون صريحين، أيام السوالف بس مع تشات جي بي تي قاعد تخلص، وبحكم أني في قلب عالم التقنية أبي أعرفكم على العملاء المستقلين أو ال AI Agents. شو الفرق؟ الشات بوت بس يسولف، لكن الأيجنت ينفذ ويشتغل بإيده. البوتات الحالية مثل البروفيسور الشايب، يعطيك نصايح بس ما في حيل يقوم يسوي شيء. لكن الأيجنت مثل الموظف النشيط، يقدر يتحكم بالماوس والكيبورد مالك. خلوني أعطيكم مثال يطير عقولكم من البساطة. تخيل تبي تسافر. قبل كنت تقعد ساعتين تحوس في المواقع تدور حجوزات. الحين بس تقول الأيجنت احجز لي تذكرة رخيصة لإسطنبول حق الويكند، وبس بروحه يفتح المتصفح، يقارن الأسعار ويختار الأفضل، وحتى يشيك على تقويمك عشان ما يكون عندك شغل ويدفع الفلوس بعد. احنا قاعدين ننتقل من عصر كتابة النصوص لعصر تنفيذ المهام، والموضوع صار يخوف أكثر في البرمجة مع ظهور ديفن هذا مهندس برمجيات، لما الكود يعطي ايرور ما يوقف ويقول لك صلحني، بروحه يبحث، يقرأ الدوكيومنت، يصلح الكود ويشغله مرة ثانية. هذه الدورة من التفكير والتصليح كانت الشيء اللي يميز البشر. انزين، هذا شنو يعني حق وظائفي ووظائفكم؟ الخبر اللي يضيق الصدر أن الوظائف الروتينية واللي فيها تكرار في خطر كبير. ليش الشركة توظف 10 أشخاص وإيجنت واحد يشتغل 24 ساعة بدون تذمر؟ بس الخبر الحلو أنك بتتحول لمدير حق هالروبوتات. قوة الشخص الواحد اللي يعرف للإيجنتس بتصير تعادل قوة فريق من 10 أشخاص. أنت عليك الاستراتيجية وتحدد الهدف، وهم عليهم التنفيذ. بيل غيتس كان صادق يوم قال في المستقبل ما حد راح يدخل قوائم المواقع. المستقبل حق الزيرو يو آي، يعني بس أوامرك الصوتية اللي تمشي. نصيحتي لكم لا تخافون، بس تعلموا بسرعة. روحوا جربوا أدوات مثل أوتو جي بي تي وشوفوا شلون تقدر تصير مساعدكم الشخصي. الفايز هو اللي يتعلم شلون يعطي أوامر للآلة قبل غيره. الحين قولوا لي، هل عندكم جرأة تعطون باسورد البنك حق ايجنت؟ ضروري تكتبون لي رايكم في الكومنتات، وايد مهتم أعرف. وإذا ما تبي المستقبل يطوفك لا تنسى اللايك والسبسكرايب، ونشوفكم في الفيديو الجاي وتحليل جديد. في أمان الله.